الله الريحة دمار يبوي. بعد واحدة. اليوم راح نسوي أطيب دجاج مشوي ممكن تاكلونه بحياتكم. بس قبل لا نبتدي الفيديو، لو أول مرة تشوفوني أنا اسمي نوي، لا تنسون تشتركون بالصفحة والقناة ولايك وشير إذا عجبكم الفيديو. السلام عليكم. إذا أنت من محبين الدجاج المشوي حضر نفسك، اليوم راح أسوي لك الجاك تشيكن. شنو الجاك تشيكن؟ الجاك تشيكن هو الأكلة الجامايكية الوطنية. شلون إحنا العراقيين عندنا الدولمة، والأردنيين عندهم المنسف، والفلسطينيين عندهم مسخن، جامايكا عندهم الجاك. ما أدري أنا لفظه صحيح لو غلط. جاك تشيكن، جاك. You're a jerk. I know. You're a jerk. أوكي متابعيني، جاك تشيكن من مطبخ الشيف نوي، واستوى ما يستوي. قبل لا نبلش طبختنا، هذني عندنا نوعين فلفل، هالابينيوس وهابانيروس. هابانيروس كل الناس يعرفون الهالابينيوس، ونعرف بهذا كلش حار ونستعمله باغلب الاكلات، ومعروف يعني تقريبا الفلفل اللي كلش حار يقولون عليه. بس للي ما يعرف من عندكم، اداة حسب قوة حرارة الفلفل اسمها سكوفيل. الهالابينيوس قوة حرارته بين 2500 و 8000 سكوفيل، الهالابينيوس اللي نعرفه. في حين الهابانيروس هذا الزعطوط شوفوا ايش قدوته، هذا يبلش بين 100,000 و 350,000. لا تشوفون شكله هيجي حلو، بين 100,000 و 350,000 الفرق بينه وبين الهالابينيوس. أكلة الجيرك تشيكن ما تصير بدون هذا الفلفل، يعني المفروض نستعمل هذا الفلفل لأن هم يخلون بالأكلة هاي الفلفل هابانيروس. فإحنا اليوم ايش راح نسوي؟ راح نسوي خليط بين الهابانيروس والهالابينيوس. أول شيء راح نستعمل وحدة هالابينيوس وحدة هابانيروس، ونشوف الحرارة مالتهم. راس بصل كامل، وهواية ثوم، وثلاث رؤوس بصل أخضر، وزنجبيل، وخاشوقتين براون شوجر السكر البني، شوية قرنفل. وأهم بهارات بأكلتنا اليوم الكبابة. بدون هاي البهارات ما يصير الجاك تشيكن. كل شيء تقدر تستغنى عليه إلا هاي البهارات. الكبابة ضرورية جدا، ونخلي من عندها كمية ممتازة. راح أخلي ملعقة كاملة أول شيء فول من الكبابة، شوية جوز الطيب، نص ملعقة دارسين، فلفل أسود، ونص ملعقة سبع بهار إذا موجود، وزعتر بري، وملح، صويا صوص، وعصير ليمونة كاملة. يابا خلي الثانية، وزيت على مود يطي اللحم رطوبة. ونضيف فوق الخليط مي. هسه خلطتنا صارت جاهزة، ونخلطها ونشوف شلون طعمها بالنهاية. زايد ملح ناقص. صوصتنا خلصت، نشيلها ونخليها على صفحة. هسه نجيب الدجاجة اللي راح نستعملها اليوم بالشوي. الدجاجة هاي نقعتها بمي وملح مدة 24 ساعة على مود الملح يتغلغل بداخل اللحم ويصير اللحم كلش طري. نشيلها وننظف المي، نجيبها ونقعدها هنا لمن ما نحضر غراضنا. قاعد يا حبيبتي يلا الله عليك. نجيب السكينة مالتنا ونقطع الدجاجة مثل ما نريد. الفخذ راح افتحها هنا. هسه من بعد ما شرحناه كله نشيله ونخليه بطاسة. هسه نجيب الصوصة مالتنا ونضيفها فوقها، ونقلبه كل زين. نقبضه ونخليه مدة أقل شي 6 ساعات، وإذا يوم كامل بعد أحسن. هسه من بعد ما حضرنا الدجاج وخليناه بالصلصة مالته يتخمر مدة 6 ساعات أو 3 ساعات حسب اللي تقدرون عليه، راح نسوي الرز الجامايكي. الرز الجامايكي شلون نسوي؟ راح نحتاج حليب جوز الهند أو كريمة جوز الهند، وراح نحتاج الفاصوليا الحمراء. أول شغلة ايش راح نجيب؟ راح نجيب رز ننقعينه بمي مدة 10 دقائق، نغسله كل زين ونصفي. نحمي الجدر مالتنا ونخلي شوية زيت، نصفي الرز ونخليه فوق الدهن، نعطيه كم تقليبة ونصب فوقها مي وعصير الكوكوس أو حليب الكوكوس. شوية من الخلطة اللي سويناها نخلي فوقها. هاي البهارات اللي راح نستعملها للرز نفس الشيء، وشوية ملح. وبس يقرض المي شوية نخلي الفاصوليا الحمراء ونغطيه. تمام. هسه نعطيه شوية كم تقليبة ونخليه يتهدر على نار هادئة، ويجي خلصت منه أو الرز. شوفوا شكله. نغطيه ونحطه على صفحة. تمام يا أخوان. هسه الجريل مالتنا حمى أو الشواية. هذا الدجاج مالتنا. يابا قاعد تسمعون الصوت؟ هو بس الصوت هذا قصة، الصوت واحدة قصة.
واكيد ما ننسى الجهال والصغار اللي ما ياكلون حار، سوينا لهم فخذين بدون فلفل ونطبخه. تمام يا اخوان، نسوي كنترول يبوي وارجع سكه. هسه على مود الطعم يصير عندنا مركز. شو نسوي؟ الصوص هاي البقت نغمس بيها الدجاج مره ثانيه. شوفوا شلون شربت. غمس نعطيهم اخر تبخيره، خليهم 5 دقائق. هسه خلص الدجاج. الريحه عجيبه يا اخوان، اشوفكم اياها من قريب. هسه نجي نحضر الصحن مالتنا. اول شغله نخلي شويه رز وافوكاتو وهذا صحننا خلص. الله، مبدئيا الريحه دمار يبوي. نجرب التمن اول شيء. بعد واحده دمار. هذا واحده ينوكل بلي دجاج. التمن رهيب، يعني انا ما اكل اي اكله عربيه بها نكهه تشبه هاي النكهه بصراحه. بهاراته قريبه على بهاراتنا بس تختلف اختلاف تام، ما اعرف شلون اشرح لكم اياها، عندي صعوبه في بتوصيل الفكره. نجرب الدجاج. ضربة جزاء، هاي ضربة جزاء. هاي الأكلة من العشرة الأوائل راح تصير. أنا توقعته راح يصير حار كلش بس حرارته ما مبينة. رهيب. شنو هذا طعم لازم تجربوه، فشي جديد على المطبخ العربي. هسه افتهمت ليش جامايكا سووها هاي الأكلة الوطنية مالتهم. الدجاج الجامايكي أو الجاك تشيكن مني أني الشيف نوي، واستوى ما يستوي.